مستحيل تاني تشتريه بعد ما هتعرفي تعمليه. ب15 جنيه بس هنعمل احلى عناب، وبمعلقه صغيره هخليهولك احلى من اللي بتشتريه جاهز من محلات. انا مجهزه لكم كميه عصاير هتريحك طول شهر رمضان. يلا لايك بقى وشير علشان تشوفي كل جديد، واللي مش مشترك في القناه بتاعتي يشترك في القناه، وما تنسوش المتابعه وتعملوا لايك لاحلى عناب. هتبقى تشوفيه وتجربيه مش هتبطلي تعمليه. جميل قوي وموفر قوي معاكي، وكميه بسيطه قوي هيرمي معاكي كميه كبيره قوي. زي ما انتم شايفين الكركديه بتاعنا اللون بتاعه حلو قوي قوي وجميل قوي. انا مجهزه معايا كوبايه ونص من الكركديه زي ما قلت لكم ب15 جنيه، ومنشفاهم وغسلاهم. تغسله من قبلها بيوم، لازم شرط ان يكون مغسول عشان ينزل فيه كل الاتربه اللي فيه. زي ما انتم شايفينه كده انا غسلاه ومنشفاه. تاني يوم بدات ان انا احطه في المطحنه واطحنه زي ما انتم شايفين كده اهو. احطه في المطحنه واطحنه، واحط بقى كوبايه كبيره من السكر، وكوبايه وربع او كوبايه ونص من الكركديه اهو زي ما انتم شايفين كده. عشان جميل قوي ومغسول، اللون بتاعه جميل ومميز. هبدا ان انا انخله عشان اشيل منه اي اتربه او اي زوائد ما تضايقنيش وانا بشربه. وبرده بعد ما هجهزه وهعمله عصير هبدا برده ان انا اصفيه لازم. زي ما انتم شايفين كده خلاص بدات انخله وانزل كل اللي فيه. هو عمل معايا ب15 جنيه، عمل معايا كوبايه وربع او كوبايه ونص في الحدود ده. تحطي عليه كوبايه سكر، هحط ربع معلقه بسيطه من ملح الليمون بس كماده حفظ مش كتير، ومعلقتين اتنين من ميه، معلقتين كبار من ميه. هبدا ان انا اقلب فيه كده، وكل ما هشوف ان هو محتاج ميه هبدا ان انا احط له المكون الفظيع اللي هحطه هيخليه احلى من الجاهز بتاع المحلات. هحط معلقه صغيره ميه ورد، ماء الورد ازايز ميه الورد اللي بتبقى موجوده عند كل العطارين او في اي محل. هحط معلقه صغيره هيخلي ريحته احلى احلى 100 مره من اللي بتشتريه من الجاهز، وجميل قوي وموفر قوي. هتشوفي انت الكميه اهو. شايفين بقى اللون؟ بدات ان ازود ميه، خد معايا مثلا ايه قد من 4 ل5 معالق ميه. زي ما انتم شايفين بقى اتظبط اهو، اللون بتاعه خطير، اللون بتاعه مميز قوي قوي واضح قوي كده، جميل قوي. ما كتريش ملح ليمون، هو ربع معلقه صغيره خالص او ذره بسيطه كده كماده حفظ انك تحفظيه يقعد معاكي، لان هيقعد معاكي الكميه دي هتقعد معاكي طول شهر رمضان واكتر كمان ان شاء الله. ابدأي بقى حطيه عندك في برطمان ازاز، برطمان بلاستيك، كيس بلاستيك، اللي انت عايز تحطيه فيه حطيه فيه ومتاح وموجود عندك. هيتعين معاكي بقى بتاخدي منه معلقه بجد، يعني معلقه صغيره هتعمل لك كميه كبيره قوي، يعني ممكن معلقه كبيره تعمل لك 4 5 كوبايات. زي ما انتم شايفين اللون بتاعه. انا هجيبه اهو اللي هو الكوبايه الميه الكبيره قوي دي، احط عليها معلقه، لا ولقيتها زياده، حسيت ان هو تقيل قوي كده مركز زياده. بدات ان انا انزل بقى بالشويه دول كده في نص شفشق مثلا ميه اللي هو يعادل كوبايتين او 3 كبار، عشان ايه اظبط اللون بتاعه او التقل بتاعه. خلاص بعد ما قلبته بقى في كوبايه خارجيه محطوط عليها 3 كوبايات ميه، المعلقه الكبيره اللي انا حطيتها دي عملت معايا كميه كبيره قوي. شايفين بقى اللون؟ ظبطت اللون بتاعه. عايزه تضيفي سكر ضيفي سكر، عايزه تضيفي سكر كميه سكر كبيره عليه من هو منخول لسه اللي يريحك اعمليه. انا ضفت له بس كوبايه سكر واحده على الكوبايه ونص كركديه اللي معايا. احلى واجمل عناب شربتيه وهتشربيه، وريحته بقى ميه الورد موديه الريحه بتاعته في حته تانية، حلو قوي. يلا لايك وشير بقى عشان كل اللي ما عملش لسه العناب يعملوا بالطريقه الجميله قوي دي. معلقه صغيره ميه الورد هتديه ريحه وحاجه جميله قوي، بتديه طعم وريحه مميزه قوي زي اللي بتشربيه من بره. واستنونا بقى عشان اعمل لكم احلى واجمل عصاير لشهر رمضان.